السلام عليكم أصدقائي، فيديو جديد بالقناة. بنهاية سنة 2018 حبيت أقول لكم كل عام وأنتم بألف خير. ربي يحفظكم ويحقق كل أحلامكم ويحفظ غواليكم ويعم الأمن والأمان على الأمة الإسلامية جميعا، آمين يا ربي. فيديو اليوم مثل ما تشوفون أنا اجيت للمول دا أشتري كم حاجة للشجرة، دا أنصب شجرة عيد ميلاد. إن شاء الله يعجبكم الفيديو، وإذا بعدكم ما اشتركتوا بالقناة اضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا جرس الإشعارات حتى يوصلكم كل شيء جديد. وهسه راح أبدي بالجولة ونروح نشوف شو راح أشتري وأشوفكم بعض المحلات والحاجات مال كريسمس، إن شاء الله يعجبكم. يلا تعالوا وياي نبدي بالجولة. هنا أنا هاي أول محل دخلت فيه، حبيت أصور لكم الأشياء الخاصة برأس السنة. مثل ما تشوفون سيتات كاملة وكوابة وقلاصات كلش حلوة، والمال ميز طعام. طبعا هم هنا هواية يعني ياخذ سيتات مال ميز طعام كلش حلوة عندهم، وأكو شغلات هم منفردة تشتروها تقدرون تشترون سيت كامل همينة. حتى الكوابة مالتهم كلش حلوة، والزينة اللي عندهم همينة راقية مثل ما تشوفون، وعندهم فازات همينة وورد. مثل ما تشوفون الألوان الأحمر اللي عندهم كلش حلو، هذا اللون حمار على عنابي. وهاي الفازات همينة مثل ما تشوفون. أنا راح أترك لكم لقطات ببعض الأشياء من المحلات إن شاء الله تعجبكم، بالبيت أشوفكم الأشياء اللي راح أخذها إن شاء الله. هنا أنا اجيت دا أخذ النشرة مثل ما تشوفون. راح أخذ نفس هاي بس اللي بيها أزرق أريد، ما أريد الذهبي، لأن هالمرة راح أسوي شجرة فضي وأزرق ببالي شي أريد أسوي. وهاي الزينة مثل ما تشوفون أشكال، أكو بابا نوئيلات وأجراس وكل شي، جواريب والقبعات. أسعارهن يعني مناسبة زينة. هذا الميجروس اللي ببيازة يصير بمول بيازة. طبعا هذه جيلاتين مال كيك مثل ما تشوفون. زينون بيه الكيك كلش حلو. وهنا أنا هاي الطوبات هسه راح اشوفكم اياها كليتها، اترككم ويا لقطات تشوفونها، شوفون الحاجات الموجودة. هذا محل طبيت بيه بنات، طبعا اسعاره جدا غالية بس تحفياته روعة تجنن مال الكريسماس. هذا مثل ستيل ما اعرف شنو، التحفيات مالتهم رهيبة كلش حلوة وعجبتني، بس شنو اسعارها جدا غالية مثل ما قلت لكم. حاولت اصور لكم كم لقطة من عنده، شغلاته حلوة وبيها تحسين بالبساطة، بس السعر مالتهم همينها حلو. فاني راح اروح لغير محل همينه اشوفكم بعد مواد وشغلات. هنا أنا اجينا المحل المفضل اللي هو الالسي. هسه تقولون ايش قد تصورين الالسي وايش قد، لان انا احبه لان اسعاره مناسبة والكواليتي مال المواد اللي عنده كلش حلوة.
البضاعة اللي عنده. وهاي قبل فترة فتحوا هذا قسم خاص بالمفارش، الغرف النوم والاستقبال وتحفيات همين، وغرف الأطفال. طبعا هالقسم كلش حلو. وهم منزلين كانوا مال تايجر أشياء كاملة مال تايجر، شمع ومفارش كلش حلوة. وهالمرة مسوين مال راس السنة من مواعين وقلاصات مثل ما تشوفون، ومفارش مال ميز طعام ومفارش مال أطفال، وإضاءة. هاي الإضاءة همين روعة حلوة. وكو إضاءة هاي الثانية مال حائط همينة كلش حلوة من حاطينها. عجبني اني هذا القسم، دائما اجي بيه افطر مثل ما قلت لكم، اسعاره مناسبه والنوعيه مالته كلش زينه. وحتى مفارش مال شربايه مثل ما تشوفون، هاي شرشف كامل ابو وجه، هاي مختين اي بيه يعني مال نفرين مال شربايه كامله، ومسوي عليهم تخفيضات. اني اخذت من هنا شرشف للميز مالتي مال الطعام ان شاء الله من افرشه اشوف لكم اياه. ومسوين هاي الفقره كلش حلوه مال ورق الابر، ومسوين بيه شغلات مال كريسمس، هم تقدرون تشتروها من عندهم واسعارها جدا رخيصه. وهاي الطوبات اضاءه همينه كلش حلوه وبداعه يعني. واكيد البضاعه هاي موجوده بكل LC، لان مو تتغير البضاعه بكل مكان، نفس البضاعه موجوده الا اذا تلقوها خلصانه. واني هسه هاي خلصت الجوله اليوم، راح ارجع للبيت اشوفكم الغراض اللي اخذتها. حبايبي رجعت بعد ما اخذت كم حاجة وحبيت اشوف لكم اياها. طبعا هاي الطوبات انا عندي من العام مثل ما تشوفون، هذا اللون النيلي وهذا الفضي على زراق همين لونه حلو. راح هالمرة راح اسويها هيجي الوان الشجرة فضي ونيلي. واخذت هذا الرجل الثلجي بالوان، يعني هو الوان، فانا اخترت هذا اللون مثل ما تشوفون. واخذت هاي النجمة، اني عندي الزينة ما شجرة كاملة بس كم حاجة نقص اخذتها هالمرة. واخذت هاي العفص، هذا اللون الفضي اخذته. اخذت هاي بابا نويل مثل ما تشوفون. واخذت هاي النشرة الضوئية همينة كلش حلوة. واخذت هذا الورد المجفف اخليه للميز، من ارتب الميز حشوفكم شلون راح اسوي. واخذت هاي النشرة همينة نيلي وفضي هم كلش حلوة جديدة جاية، كانت العام بس اكو لون بلونين بس مو هيجي شكلها. واخذت همينة هاي الجرابة مال بابا نويل هم كلش حلوة. وبعد انا عندي هاي من العام مثل ما تشوفون همينة حافظة عليها، حطيتها بالعلبة مالتها، لان هاي الشغلات غالية. حاولوا من تلمون الشجرة رأسا تحطوها بعلبها وتضموها تظل جديدة، يعني شقد ما تستعمليها سنة على سنة تظل جديدة. اخذت هاي لتزيين الكيك جيلي بابا نويل همينة، ان شاء الله اسوي الكيكة واشوفكم شلون راح اسويها. واخذت صلصة المروار لون شفاف اخذته سادة لان انا عندي الوان، ان شاء الله اشوفكم شلون راح استخدمها. واخذت هاي كريمة الشانتيه، كان عليها عرض، هاي تخبل كريمة الشانتيه اللي بتركيا، هاي افضل من البلبيم الكريمة واطيب. واخذت هذا معهم مكرزات مثل ما تشوفون، هاي حاجة 5 ليرات يعني بألف ببغداد. وهذه همين اخذتها مال فواكه سلات هم كلش حلوة، همين حاجة 5 ليرات يعني بهم بألف ببغداد. وانا اخذت هاي الاشياء، ما اخذت هواي شغلات بس ردت اشوف لكم اياها. وراح ابدي ازين الشجرة واشوفكم شلون راح ارتب الميز. انتظروا وياي شوفوا الشجرة مالتنا شلون راح تصير، اني وابني علاء راح نزينها. وهذا حبايبي اول شي كملت اني الميز مثل ما تشوفون. حاولت انه ما يصير هوسة، يعني هيك بسيط، استعملت لون الاحمر والفضي والاخضر يعني اكثر شي، ما يعني استخدمت هواي شغلات. بس ردت اشوفكم هذا الفرو، هذا الفرو من العراق، حماتي جابت لي اياه تقريبا متر ب10 قالت اتذكر. وهذني المفارش مثل ما تشوفون مثل ورق، هذه من LC موجودات اكيد بكل مكان، هي نفس البضاعة موجودة تلقوها الموجودات هاي من LC. هذه همينة مثل ما تشوفونها. وهذا الميز هيجي صار، حطيت اني بيه اضاءة مثل ما تشوفون. هاي بس بالليل من اشعلها يلا تبين، هم بالليل راح اصور لكم اياه الميز. ما استخدمت هواي شغلات مثل ما تشوفون، وصار كلش حلو وبسيط، وتحسونه مثل الراقي رقبي
فهسه اني كملت مثل ما قلت لكم الميز. راح اروح على الشجرة بس افتحها واشوف لكم اياها ايش كبرها مالت الشجرة وشون راح ابدي ازينها. هسه حبايبي جينا للشجرة، اني فكيتها بس بعدني اغصانها مكملتها فك مثل ما تشوفونها. هذا ارتفاعها هيجي كبرها مو حيل كبيرة، شوف لكم اياها هيجي كبرها ما اعرف مو كلش كبيرة، تقريبا متر وشوية ارتفاعها، كلش حلوة. طبعا اغصانها هاي صار لها 3 سنين عندي الشجرة وكل سنة استخدمها وازينها، وهاي زينتها اللي عندي قلت لكم اني عندي زينة مال كريسمس ضامتهم. شوفوا اضمها بالصناديق، راح استخدمها همينة. راح ابدي ازينها واشوف اصور لكم شلون بعض اللقطات من التزيين ان شاء الله، وان شاء الله يعجبكم الفيديو. بس راح يصير طويل اعتذر من عندكم، بس حبيت اشوفكم اياه كل الفيديو اليوم. راح من طلعت لحد ما راح اكمل الشجرة. هلا حبايبي جوكم اسوي هذا اسويها. هاي علاء دا يسوي فيديو. هسه بديت اني اسوي بالشجرة، فككت اغصانها مثل ما تشوفون. اول شي راح اسوي راح الف عليها هذا الزنجيل فضي، انا عندي فضي وذهبي بس راح استخدم هالمرة الفضي يعطي جمالية احلى، حسيته ويا الطوبات هذه الالوان والنيلي. او مثل ما قلت لكم اول شي راح الف الزنجيل، لا مو هذا اللون، هذا خليه. خلي الزنجيل بعدين اخلي الاضاءة وبعدين الطوبات وهذا الشريط بالاخير حتى يبين شكلهم. مثل ما قلت لكم الزنجيل اول شي وبعدين الاضاءة وياه وبعدين هذا الشريط والطوبات، يطلع شي كلش حلو ومرتب. هسه اني راح اكملهم هم اشوفكم اياه خطوة بخطوة. تزيين الشجرة والميز وحبيت اصور لكم اياه مثل ما تشوفون هيك صار شكله. يعني خليت بس الاضاءة للميز كلش حلو صار ومرتب. وهاي المواعين مثل ما تشوفون مثل نتفة الثلج، تجي سيت اللون الذهبي والاحمر والفضي. وهاي ورقة مع الشجر مثل ما تشوفون، هاي تخلون بها كرزات وحلويات، انا عجبني واخذتهم وسعرهم جدا مناسب. وهاي مال باب هسه اعلقها بس اكمل البيت وكملت الشجرة ولملم اعلقها على الباب. وهنا هاي الشجرة هيجي سويتها، هذا الفرو هيك نزلته للقاع. هنا عندي هذا زنجيل سويته بهذا الشكل، انتوا تحبون يعني على ذوقكم تزيين الشجرة. مثل ما تشوفون هاي الشجرة حاولت اسويها لونين بس عبالك لازم اكسرها بلون ثالث، كسرتها بهاي بابا نويل الاحمر مثل ما تشوفون صارت كلش حلوة. وهاي الكوشات خليتها لي جوا حتى ما تبين القاعدة مالتها نشاز مثل ما تشوفون كلش حلوة صارت. وهاي علوشي إلا يلزق ذني على الحائط قام يبكي لزقت لي اياه مثل ما تشوفون. ان شاء الله يعجبكم فيديو اليوم حبايبي، لا تنسونا باللايك والاشتراك، والقاكم فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.